إذن مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو محلل قنوات بين سبورتس الكابتن محمد حمادة، ويكيبيديا بين سبورتس نسميك يا كابتن. الله يعطيك العافية ومساء الخير عليك كابتن. قبل بداية هذا الصيف، قبل بداية الميركاتو، توقعت أن يحصل مثل هذا السيناريو؟ في الواقع سؤال محرج مبين. يعني قبل فترة بسيطة نعم. لم يكن أحد يتوقع مثل هذا السيناريو. في الماضي القريب كانت هناك احتمالات كثيرة، أخبار كثيرة جدا. هل يأتي كريستيانو رونالدو؟ هل يأتي ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ وبالتالي جاء كبير آخر إلى باريس سان جيرمان كما هو متوقع، وهو نيمار. بالفعل لم يكن أحد يتوقع مثل هذا السيناريو. عموما أقول مبروك لقطر، هذا سفير المونديال 2022. مبروك بالنسبة إلى الفرنسيين. أقول بصراحة خبران سعيدان صاعقان نزلا على الفرنسيين وعلى الباريسيين تحديدا في الساعات الأخيرة. أولا فوز أو اقتراب باريس من تنظيم أولمبياد 2024، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى موضوع انضمام نيمار إلى الكتيبة البرازيلية التي يضمها باريس سان جيرمان. نعم. أحلى ما في هذا الموضوع، بات الكثيرون يحلمون بشيء ما بعرف إذا يتحقق أم لا، وهو أن يحمل نيمار عندما يصبح يأتي أولمبياد 2024 يحمل الشعلة الأولمبية كآخر عداء ويدخل الملعب الأولمبي لكي يشعل الوعاء الأولمبي في حفل افتتاح نعم. الدورة الأولمبية. هذا ما يتمناه كثيرون من الفرنسيين. عموما أعتقد على أنه ضربة معلم، و نعم. الخطة التي يتبعها باريس سان جيرمان من خلال الإدارة القطرية منذ العام 2011 هي في ضوء التحقق تدريجيا. طيب كابتن، دعنا نتحدث الآن يعني على موضوع برشلونة وإدارة برشلونة ولاعبي برشلونة. هل برأيك أن نيمار خلال هذه الفترة وبعد هذه الشكوك وهو لم يرد أو حتى ينفي، هل بات اللاعبون، دعنا نقول إذا كان هناك أمل ضئيل في بقائه في برشلونة، هل بات اللاعبون يرغبون ببقائه؟ أقول بصراحة بالنسبة إلى التصريحات التي صدرت مؤخرا، إن من جانب لاعبي باريس سان جيرمان أو من جانب لاعبي برشلونة، من بيكي إلى إنيستا إلى الجميع كانوا يدعون نيمار على البقاء في صفوف برشلونة. يتمنون أن يكون هذا لا ينفرط هذا الثالوث المكون من ميسي سواريز نيمار. نعم. لأنه في الواقع يعني في الفترة الأخيرة كان هناك شبه إجماع على أن إدارة برشلونة ركزت على الشق الهجومي ولم تعر الشق الدفاعي أي اهتمام، باعتبار مجرد أن يتسلم أحد الكبار الثلاثة المهاجمين الكرة فالفريق قادر على حسم موضوع أي مباراة. في المقابل أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان وعلى رأسهم البرازيليين من داني ألفيش في آخر تصريح له، وهو اللاعب النجم الجديد في باريس سان جيرمان، دعا نيمار إلى التحلي بالشجاعة لكي يأخذ القرار النهائي ويحسم أمره والانضمام إلى باريس سان جيرمان. نعم. حتى بالنسبة إلى أتصور أنا لم يصدر أي تصريح من قبل إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة قدم، ولكن تيتي أعتقد حتى ولو لم يضلي بأي تصريح كان يتمنى أن ينضم نيمار إلى برشلونة. لماذا إلى سان جيرمان؟ لماذا؟ لأنه هذه الكتيبة البرازيلية التي باتت تتواجد في باريس سان جيرمان هي ستمثل ولو بنسبة 30% المنتخب البرازيلي في المونديال نعم. الروسي المقبل. كابتن محمد حمادة، دعنا نتحدث الآن عن يعني نيمار سيرحل، ودعنا نتحدث عن المعوض لنيمار. من سيكون برأيك؟ قالوا كوتينيو، نفى يورجن كلوب ذلك. قالوا عثمان ديمبلي ونفت إدارة بوروسيا دورتموند، وأيضا قالوا غريزمان، قالت إدارة أتلتيكو ليس في هذا الصيف لأننا محرومون من التعاقدات. من سيعوض هذا النجم؟ لأقول بصراحة من الصعب جدا جدا عيار نيمار لا يمكن تعويضه بسهولة على الإطلاق. نعم. أيا كانت هوية البديل، في نهاية المطاف البحبوحة المالية التي سيعيشها
برشلونة من خلال صفقة انتقال نيمار وهي تتخطى ال 200 مليون يورو كمدخول صافي غير الضرائب عموما أتصور أنه بمثل هذا المبلغ تفتش عن لاعب كبير. هل ربما يكون الاحتمال الأول الأرقى أنت من الأنسب والأمثل هو أن يأتي بإمبابي الأمثل نقول نظريا. نعم. ولكن عموما أكرر مرة جديدة من الصعب جدا أن تجد بديلا بمثل هذا القياس المتمثل. كابتن محمد حمادة، سؤال آخر، أين هو نادي برشلونة من الميركاتو الصيفي؟ أين هو من الميركاتو هذه هي أقول بصراحة بالنسبة إلى برشلونة لم يأتي بجديد على الإطلاق، لم يكن يفكر على الإطلاق بتدعيم خط الهجوم ولا بخط الوسط، يجب أن يفكر بتدعيمات دفاعية حتى نعم. الآن لا يوجد مثل هذه التدعيمات، لأنه النقص الوحيد والواضح والأفدح بالنسبة إلى برشلونة هو النقص في خط الدفاع تحديدا. هي في أفضلكم. لا تزال قضية رحيل نيمار عن برشلونة تخطف الأضواء خلال سوق الانتقالات الحالية، خاصة بعدما علمت بين سبورت من مصادر داخل إدارة برشلونة أن النجم البرازيلي قرر مغادرة النادي الكتالوني. سكوته في الأيام الأخيرة كان بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة. هل سيبقى أو سيغادر؟ أسئلة أرقت كثيرا عشاق النادي الكتالوني الذين عاشوا مسلسلا هذا الصيف اسمه نيمار إلى أين؟ الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل اقتربت، والإجابة على هذه الأسئلة جاءت من داخل بيت البلاوغرانا بعدما أكدت مصادر بين سبورتس أن النجم البرازيلي قرر المغادرة. نيمار الذي توجه إلى الصين للوفاء ببعض الالتزامات الدعائية في مدينة شانغهاي ولم يعد رفقة زملائه إلى إسبانيا، تفادى الحديث عن مستقبلها، لكن الصحف الإسبانية والفرنسية لا تزال تتابع كل خطوات نجم السيليسون. صحيفة لوباريزيان قالت إن نيمار سيسافر مباشرة من الصين إلى باريس للانضمام إلى البي اس جي. أما ليكيب فكتبت نيمار في باريس قبل الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب سيحظى باستقبال كبير. الصحف الإسبانية بدت وكأنها اقتنعت برحيل الأيقونة البرازيلية، فسبورت كتبت عن البديل وعنونت أنطوان غريزمان الأقرب لتعويض نيمار، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة بارتوميو مستعدة للتفاوض مع الأتليتيكو لضم المهاجم الفرنسي. أما ماركا فعادت لتذكر بما كتبته قبل أيام فقط بأن نيمار سيحمل ألوان البي اس جي وانضمامه أصبح مسألة وقت فقط، وهذا ما أكدته أيضا صحيفة كوريي ديلو سبورت الإيطالية. نيمار لا يزال يصنع الحدث في هذا الميركاتو، والأيام القليلة المقبلة ستكشف عن باقي التفاصيل. نفى مدرب ليفربول يورغن كلوب الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية بخصوص انتقال اللاعب كوتينيو لنادي برشلونة. حسنا، أنت طرحت السؤال بطريقة أخرى. ما هو تفسيرك إذا قلت إنه ليس متاحا للبيع؟ أنا لا أفهم ذلك. كلمة ليس لا تعني عدم وجود تفسير لذلك. لا شيء جديد فعلا. كما كان منتظرا انضم الصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي، وذكر موقع الشياطين الحمر أن ماتيتش وقع عقدا يمتد للسنوات الثلاث المقبلة مع إمكانية تجديده للسنة الرابعة. اللاعب الصربي البالغ من العمر 28 عاما كان قد مثل تشيلسي في المواسم الثلاثة الماضية، حيث نال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس إنجلترا مرة واحدة. وبانتقاله إلى مانشستر يونايتد يكون ماتيتش قد وضع حدا لشائعات ربطته بيوفنتوس بطل إيطاليا.
أصدر نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بيانا نفى فيه تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه. وكان رونالدو قد خضع لجلسة استماع أمام قاضي التحقيق استمرت لساعة ونصف بشأن تهربه من دفع ضرائب بقيمة تزيد عن 14 مليون يورو تتعلق بإخفاء مداخيل حصل عليها النجم البرتغالي. وبعد مغادرته المحكمة أصدر رونالدو بيانا ذكر فيه أن سلطات الضرائب تتوفر على كل المعلومات المتعلقة بدخله الشخصي وأنه لم يخفي أي معلومة عنها، مؤكدا أنه يقوم بدفع كل الضرائب المفروضة عليه بانتظام. وصل فريق ريال مدريد إلى شيكاغو بولاية إلينوي قبل يومين من مباراته ضد منتخب نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم. زملاء البرازيلي مارسيلو وبعد آخر مباراة لهم في ميامي أمام الغريم برشلونة سيكونون على موعد مع مواجهة أخرى أمام منتخب نجوم الدوري الأمريكي، حيث ستكون الفرصة مواتية للمدرب زيدان للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه للمباريات الرسمية. عندما تلعب ضد ريال مدريد فإنك تخوض مباراة أمام فريق قوي جدا يضم مجموعة من أمهر اللاعبين في العالم، وعندما تسيطر على مسار المباراة ضدهم فإن ذلك قد يتغير في أي لحظة لأنه بإمكانهم التسجيل في أي وقت من أوقات المباراة. كما أبدى النجم البرازيلي كاكا سعادته بالمشاركة في مباراة كل النجوم للمرة الثالثة، مضيفا أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة بالنسبة له لأنه سيواجه فريقه السابق ريال مدريد. أعتقد أنها ستكون تجربة مذهلة، هذه المرة الثالثة التي أشارك في مباراة كل النجوم وهذا شيء رائع. في كل مرة شاركت فيها كان جميلا أن أتبادل الخبرات مع لاعبي الفرق الأخرى في الدوري الأمريكي، كما أن اللعب مع لاعبين كبار مثل باستيان شفاينشتايغر وسيباستيان جوفينكو وديفيد فيا سيزيد من خبرتي. في هذا العام ستكون التجربة مختلفة وأكبر لأننا سنواجه ريال مدريد بطل أوروبا وفريقي السابق، وأتطلع بشغف لهذه المباراة. أعلن نادي ريال مدريد أنه سيواجه نظيره فيورنتينا في النسخة 38 من كأس سانتياغو برنابيو. وذكر بطل أوروبا في بيان له أن المباراة ستكون بمثابة إحياء لذكرى الفوز الثاني للفريق في